احد المرات مريض بيشتكي بيقول في الم في دراعي غير محتمل. بعد ما لعبت تمرينه كامله في الجيم كنت برفع بنفس الاوزان ونفس التحميل هو بدون اي مشاكل، لكن بعد ما خلصت لعب حسيت بالم فظيع وغير محتمل. ممكن كمان يشتكي ويقول انا غلطت ونمت على نفس الجنب وحاسس بالم مرعب بعد ما صحيت من النوم. كل دي اعراض ممكن تبقى ظاهر ان هي بسيطه، لكنها بتعكس مشكله من اهم مشاكل مفصل الكتف. حسب الابحاث والدراسات بتؤكد انها تمثل اكثر من 60% من مشاكل هذا المفصل، الا وهي مشكله اسمها السوبرا سباينيتاس تندون، ودي عضله من اهم عضلات مفصل الكتف، بتشتغل مع اخواتها الاربعه يمثلوا الروتيتور كف والمسؤولين عن تحريك وتثبيت مفصل الكتف. وبالمناسبه هي موجوده على لوح الكتف من الخلف من الاعلى فوق الشوكه، وبيمر الوتر من الخلف للامام تحت ممر ضيق جدا اسمه السب اكروميون سبيس. ضيق الممر ده هو السبب الرئيسي في مشاكل السوبرا سباينيتاس تندون. ليه؟ لان اي تورم بسيط، اي احتكاك بسيط، اي تحميل مفاجئ وغير متوقع وفوق قدره الوتر بتحصل هنا مباشره الالتهاب اللي ليه شكلين من الاشكال، حاجه اسمها تندينايتس وحاجه اسمها تندينوسيس. التندينايتس ده التهاب بسيط، التندينوسيس ده بسبب التحميل المفرط لفترات طويله وبيبقى مزمن. الاعراض متشابهه لحد كبير، لكن طريقه تعاملنا وعلاجهم بتختلف من التندينايتس من التندينوسيس وحسب كل شخص. فلو حضرتك بتشتكي في الم وانت بترفع دراعك بالجنب، او كنت بتعمل تمرينه وحسيت بعدها بالم وريحت ورجعت تاني تشتغل لقيت نفس الالم هو، انصحك انك تتابعني عشان في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هتكلم عن الفرق بالتفصيل بين التندينوسيس وبين التندينايتس، وازاي بنتعامل معاهم وبنعمل لهم خطه علاجيه مناسبه لحالتك ومناسبه للهدف اللي انت عايز توصل له، سواء كنت شخص عادي او كنت شخص رياضي.